يلا سيدنا توكل على الله. سبحانك اللهم أنت الواحد كل الوجود على وجودك شاهد، يا خالق الخلق أنت المرتجى أبدا، وإلى علاك على الجبين الساجد. سبحان من عنت الوجوه لوجهه، هو الكريم يجيب من ناداه، هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن، ليس العيون تراه حجبته أسرار الجلالة، ما كان غيره من إله يعبد والكل تحت القهر وهو إله. سبحانك ربنا وحدك لا شريك لك، لك سجود أوجه وجباه. أمة الإيمان، في ليلة يعمها ويغشاها نور القرآن، في ليلة التكريم والوداع للأمة الراحلة الكريمة، بعد أن كرمت من رب العالمين وأرحم الراحمين في عشر المغفرة من شهر رمضان المعظم، سائلين الله لها الفردوس الأعلى من الجنان، وأن يرزقها شفاعة سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. مشاركين أبناء الأكرمين الحاج إسماعيل محمد والحاج توكل محمد، ومشاركة لمعالي الأستاذ الدكتور رامي إسماعيل والحاج سامح توكل، ومشاركة لكل عائلات أبو إسماعيل وأبو رية في هذا المقام القرآني. أشكر لكل من شرفنا الليلة بالعزاء. القرآن الكريم دستور أمة سيدنا النبي، لو تحاكمت إليه الأمة وحكمت به فسعدت في دنياها وأخراها. مع قارئنا علم كريم جليل من أعلام التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، الصوت الندي والأداء الشجي، الشيخ عبد الفتاح عبد العزيز السعيد، سائلين الله المولى العليم أن يتجلى على قارئنا، هو ولي ذلك والقادر عليه، يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه وليتق الله ربه
وليتق الله ربك وليتق الله ربك ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون يا رب مدد القرآن. ايوه كده على الحاج والروحانيات دي. خش يا خش يا حبيبي. حاضر حاضر حاضر. يلا يا حبيبي يلا يا حبيبي وانا لسه وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ايوه اللي حاليها سيدنا النبي اللي حاليها سيدنا النبي. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ومن يا رب صلي على النبي. خش يابا خش. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم
لله ما في السماوات وما في الأرض وإن صلي على الهادي. خش يابا خش. اللهم صل على فواصل لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء يا رب. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون يا رب. حاضر حاضر. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه لا نفرق
بين أحد من لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا ربنا ايوه كده هات كله هات يا رب أنت مولانا
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها حاضر لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا يا رب يا رب أنت مولينا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم
الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء إن الله لا يخفي عليه شيء في الأرض ولا
في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم حقا لقد وعظ القرآن المجيد يوبد التذكار عليكم ويعيد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بما تيسر من تنزيل الله على سيد الأنبياء ومن أخبار السماء طوف بنا القارئ العلم الكبير الرحلة الإيمانية المباركة حول خواتم سورة البقرة وفواتح سورة آل عمران عشتم مع حسن الصوت ودقة الأداء وروعة التلاوة أحد عمالقة دولة التلاوة في مصر والعالم الإسلامي الشيخ عبد الفتاح عبد العزيز السعيد إلى فضيلته جزيل الشكر وإلى حضراتكم جميعا باسم عائلات أبو اسماعيل وأبو ريا في ليلة تكريم وداع الأمة الراحلة الكريمة شاركة للحاج اسماعيل محمد شحاتة اسماعيل من الراحلة الكريمة والحاج توكل محمد شحاتة ومشاركة لمعالي الأستاذ الدكتور رامي اسماعيل في ليلة تكريم جدته الغالية وفي ليلة التكريم لجدة الحاج سامح توكل في المملكة العربية السعودية وباسم الحاج سعيد وشريتح والمهندس ناصر سعيد وكل عائلات أبو اسماعيل وأبو ريا وتقدمون بجزيل الشكر لحضراتكم جميعا كل من وافد على هذا المقام القرآني ليشاركنا العزاء من داخل شركة الوزير الدولية تحت إدارة محاسب محمد نبيل متولي تنقل لحضراتكم هذه الليلة القرآنية ينقل لنا وقائع هذه الليلة القرآنية مخرج الروائع
القرآنية كابتن محمد حفني عامر بالشبراوين مركزية. أحبتنا الكرام، تتقدم الأسرة الكريمة بجزيل الشكر لحضراتكم جميعا. إنا لله وإنا إليه راجعون.